يعني بالارشيف بنشوف 1905 ضروري، لانه هن اساس رعيه بيت الجيم مع العيال هول اللبنانيه، مع العيال الامريكيه. احنا نترك السياسه لاماكن ثانيه، احنا ما عندنا محل بالسياسه. صح ولا بالعربي. احكي عربي. يكون من معاصر وشوف لبنان. انت خلقت هون؟ جون كينيدي. شو قصتها هالصوره؟ والله هيدي قويه، هيدي يعني رائعه جدا. اللي هون maybe 70 سنه 7 years. يس. لتشوف قديش كانت الكنيسه المارونيه إلى قيمتها وما زال شوي زيت إلى زيت الحماس، زيت الحب، وهيدي نعمه. مش هيك راس الكنيسه المارونيه مرفوع. من جزين التي تبدو وكأنها قطعت من الصخر لتبقى، محاطة بالوديان العميقة والشلالات. من جزين بدأت مسيرة الأب فادي خوند، خدمة امتدت بين قرى المتن وناسها، قبل أن تحمله الدعوة والقدر إلى مكان بعيد جغرافياً قريب إنسانياً، ليخدم اليوم في تورنتو، وهي مدينة في تلال ولاية كونتيكت الأمريكية. تأسست عام 1740 وكبرت مع المصانع وسكك الحديد ومع النحاس الذي شكل عصب حياتها أواخر القرن ال19. مدينة جذبت إليها مهاجرين من كل أنحاء العالم، إنجليز، إيرلنديين، إيطاليين، ومن بينهم لبنانيون حملوا الوطن والكنيسة معهم. هي مدينة تحمل في شوارعها ذاكرة هجرة قديمة وحكايات لم تروى من قبل. وفي أواخر الحرب العالمية الأولى، وتحديداً عام 1917، ارتفع صليب ماروني من جديد في أمريكا، فشيدت كنيسة مارمارون، كأنها ولدت لتقول نحن هنا، وكانت تعج بأبناء الأرض. واليوم ما زالت تقول نحن هنا، ولو قل العدد، ولو تغير الزمن، لقد رحلوا. نعم، ومع السنين حين أغلقت المعامل وخفتت الحركة، رحل كثيرون من المدينة وعن الكنيسة بحثاً عن سبل عيش أخرى. بقي من عرف المدينة اسماً، والكنيسة بيتاً، والحنين رفيقاً يومياً. اليوم في هذا المكان الهادئ يخدم الأب فادي خوند رعية تشبه الذاكرة، لبنانيين كباراً في السن يحفظون اللهجة ويعدون الأيام بالقداس على رائحة البخور وتراتيل سريانية عتيقة، ويجدون في الكنيسة ما لم تأخذه منهم الغربة. في هذه الحلقة من سيدر بودكاست وجوه وحكايات، نصغي إلى حكاية جالية في مدينة لم تعد وجهة هجرة، لكنها بقيت وطناً صغيراً وكنيسة حملت ما تبقى، وكاهن يخدم حيث الذاكرة أكبر من العدد، وحيث الإيمان يصير حفظاً للتاريخ ورعاية لما تبقى من الجذور. وإليكم الحكاية. أبونا، أول شيء بدي أقول لك إياه،
نحن كنا مقررين الحلقه من قبل، بس انت من بعد حلقه ايستن اتصلت فيي، بس شفت ايستن يعني هالاعداد الكبيره بالرعيه والنشاطات، حبيت تلفت لي نظري على شيء يمكن انا ما كنت اعرفه، وهو انه الرعيه صغيره لانه تركوه، مثل ما ذكرنا انه بطل في سبر فتركوه، هن كثير قليل وكبار بالعمر ويمكن بينعدوا على صوابع الايد. كنت عم تقول لي هالشيء، ويعني انا بدي اقول لك هذا الشيء مش شيء انت لازم، يعني هيدا الشيء نفتخر فيه، وانا بدي اقول لك انه هون السر. هاي الكنيسه انا بدي اشكرك لانك باقي مع القليل، بدي اشكر المتران غريغوري منصور لانه محافظ على هالكنيسه بكل بساطه، بتقدروا تتخلوا عنها، ولكن انتم تنفذون بالضبط ما يريد المسيح. المسيح نحن بنشوف بالانجيل كيف يهتم بالفرد الواحد بالخروف، وترك 99 لانه كان في خروف واحد وحده. فانتم انا بدي اشكركم وهنيكم على هالوفاء للجذور، هالوفاء للعدد القليل. خبرنا عن هالكنيسه، يعني البدايه اول شيء حضرتك قبل ما وصلت لهون وين كنت؟ بجزين؟ لا مش بجزين. انا من جزين بس ما عشت بجزين. اولا بس برحب فيك اكيد برعيتنا، اهلا وسهلا والله يقويك يا رب بهالرساله المباركه. انا من جزين ولكن سكان الاشرفيه بمار يوسف ببيروت، بكنيسه مار يوسف. عشت هونيك اكيد بلاد رعيه وخدمت تصرت خوري، وعشت ككاهن بالرعيه مار يوسف الحكمه 15 سنه بالاشرفيه. من بعدها سيدنا نقلنا على مارجريس الديشونيه، عشت هونيك 5 سنين كمان خدمت بالكنيسه، ومن بعدها 2014 2019 بعدين 19 طلعت على ظهر الصوان، قعدت 2 سنين ثابت كورونا كله ثابت أشرفية والمتن. هيدي هي. ومن بعد ظهر الصوان بعد هالسنتين جيت لهون، وافق سيدنا انه اكون هون. انا دعوتي بنعمة الله من انا وصغير، يعني حبيت اكون كاهن. فت على الإكليريكية بغزير وعشت كل 6 سنين دروس. من بعدها بس خلصت تجوزت وعشت هونيك يعني كل حياتنا. اجاني 3 أولاد، بنتين وصبي، باميلا يلي هلا هي عايشة بكندا، وشانتال بعدها بلبنان، وماتيو معي هون، والخورية مدامتي برناديت كمان هي معنا هون موجودة. نحن سوا أنا والصبي والخورية. يعني الدعوة ذاتها هي الدعوة ذاتها بيتميز في مسؤولية عائلة، حضور البي بده يكون موجود بالبيت مع عائلته مثل ما موجود بالرعية. بده يطبق، أنا برأيي يطبق الرعية مثل البيت قد ما بيقدر، والبيت قد الرعية، يعني تواصل بهالطريقة هيدي، ويحسس الأولاد إنه هو بي للكل مش بس لإلهم، بي لبناء الرعية، يشعروا يختبروا معه بهالأطر هيدا. اشكرك. خبرنا عن هالكنيسة. أول شيء الرعية، متى وصل أول لبناني إلى هون؟ عندك شيء معلومات عن الموضوع؟ يعني بالأرشيف بنشوف 1905 1905. عندك معلومات من؟ يعني في الأغلبية هن يعني من وين ما بعرف تحديدا العيال، بس في عندنا أسامي عيال مرقت لك شوي. عندك سجل العمادي. صح، سجل العمادي مثل ما بنشوف كتير قديم، هذا السجل وعيال كتير من سنة 1916 العمادي، يعني يمكن الولادات من قبل. بعدين العمادي لا تعني الهجرة، انه في قبل عندنا نحن قبل. نعم. يعني تعمد ابنه له هون يمكن فترة طويلة. صح. معلش خلينا نشوف العيال. يعني عندنا خوري، عندنا كوسا، شعيا، بركات، الدويهي، حداد، مارون، أنطون، مبارك. هلا البعض العيال بعض موجودين، مثلا بركات، مرهج. نعم. هو ما في، الباقيين مش موجودين. بطل موجود. في بعض العيال منهم بركات موجودة. نعم. عندنا صعب، عندنا عائلة مخايل، نادر، يعني سجل طويل عريض وكله من فوق 100 سنة. صح. فمن بقي في عائلة واحدة بيت نجيم من لبنان. نعم. هلا عائلة واحدة بيت نجيم. نعم. يعني الكنيسة موجودة كرمال عائلة واحدة. أكيد.
100% ضروري، لانه هن اساس الرعيه. بيت نجيم مع العيال هول اللبنانيه عم نحكي، نعم. مع العيال الامريكان، نعم. في منهم البعض بخبروني انه في جذورهم جدهم ستهم اللي هن لبنانيه، بس ما بيعرفوا العربي. يعني قصص يعني كثير قصص فيه ايه بدنا ننبشها مزبوط وعمين بدنا نركز ونشوف صح. بس حكايات. كل هالناس اللي بهالرعيه نشكر الله طيبين، بحبوا كنيستهم وبحبوا انه يخدموا قد للاخر. هل قلت لي عائله نجيم. نجيم هي نعم. الاساس؟ نعم. طيب عائله نجيم الاساس هي من هون موجودين هون ب 1900؟ لا اجوا بعدين مم. مثل ما اني ملاحظ، يعني اجوا من بعد هالامور هيدي. وبس انه في عنا بعض الاسامي من الكاثوليك والموارنه. هون بيت نجيم اغلبيتهم كاثوليك، نعم. روم كاثوليك من من عاصر الشوف. معصر الشوف. صح. طيب هل الرعيه الموجوده اللي هي مارونيه وبيت نجيم هن من يعني الامريكان هون خلقوا هون وما بيحكوا عربي؟ لا بيحكوا العربي. في منهم قليل، يعني الاولاد مثلا جيل بيحكي عربي، في منهم شوي. كل خلقوا هون او موجود حدا من الجيل الجديد لا، المبدا بالرعيه كلهم خلقوا كله هون. هون خلقان هون. اهاليهم علموهم العربي الحمد لله. عائله نجيم اللي هون بيتواصلوا مع لبنان بعد؟ اكيد دائما بيتواصلوا ولا كمان في زيارات؟ في زيارات وبتواصلوا. في بيروحوا بيروحوا مشاوير. هلا اكيد بس حسب ظروف لبنان، مني ما خصهم يعني. بحبوا يروحوا بس بصير في ظروف باحداث بلبنان بتوقف هالشيء، بس وقتها على طول دائما بيروحوا. المناسبات خبرنا شو المناسبات اللي بتصير غير القداديس يعني؟ نعم. هلا بالرعيه هون في عنا شوي اول قربانه، من بعد يعني كم ولد بيجوا بس مش لبنانيه. يعني في عندي شوي هون بيجوا من الاسبان، بيحكوا اسباني مكسيك وهيك. اهلا وسهلا بالجميع. مرق طريق يعني انا اولاد ما عندي كاولاد، عندنا من غير شر طفله صغيره خلقت يعني صار لها عمرها 2 كلبنانيه، بس انه هذا الاجواء عندنا. عم شوف عندنا هون عندنا 14 عائله. هول 14 العائله معلش بدي اذكرهم لانه شيء مهم. عندنا يعقوب، فارس، مارون، تيب بركي ديب اي سابا، جيمس ما بعرف شو كانت صارت جيمس. عندنا صليبي، شعيا. صح. شعيا دبلان. في شعيا مرق قدامي عيال. عندنا خليل، عندنا ابراهيم يعني كوريا اللي هي خوري، كيوان، نرسيف يبدو تغيرت هون كانت نصيف الهيئه، جورج بعائله جريس اكيد، وبيتر بعائله بطرس. هودي العائله اللي هن 14 عائله ما يزالوا موجودين بالرعيه؟ لا قليل يا ماشي كمان ما في. لا بالرعيه في يمكن شوي بس قديمين يعني كبار اشخاص، ما في عيال يعني. عندنا هون الكهنه اللي خدموا بالكنيسه. صح. عندنا ب 1914 مزبوط بلشنا. الاسمر فاز الياس الاسمر، ممكن قريب مونسينيور مارون الاسمر بصراحه هيك. اذا 14 كان عندنا مارون الاسمر. عندنا من ال 21 لل 51 يعني ابونا الياس الاسمر خدم خلال الحرب العالميه الاولى. نرجع بال 21 عندنا مونسينيور بول ابي رزق ضل ال 51 خدم 30 سنه. عندك معلومات عن حدا منهم ولا كلهم؟ لا يعني 100 سنه ما بعرف. عندنا فازر هيدا جوزيف مش لبناني. في ما كانوا يعني يجوا من اللاتين يساعدوا. 51 خدم سنه بس. مونسينيور جورج زوين خدم 3 سنين 52 ل 55. عندنا ارماندو بوفالي كمان يبدو طلياني 55 57. ومونسينيور الياس الحية مش حاطيني تاريخ بكون بوقتها. وابونا جوزيف لحور كان قبلك اكيد قديما. قبلك مين كان دغري؟ قبل كان ابونا توني موانيس. نزل على لبنان هلا احو بلبنان. نعم. خدم 2 أو 3 سنين هون تقريبا، او 2 3 بخدمته المباركه المقدسه. نعم. بهالنفس الطيب والكنسه محبوب. نشكر الله. بالعربي. احكي عربي. بيكون من معصر وشوف لبنان. انت خلقت هون؟ يس. انا امي خلقت هون. بيك؟ بي من هونيك. بيك من هونيك من لبنان. انت رحت على معصر الشوف شيء قبل؟ ايه رحت. أنا كنت ببيت نجيم
من بيروت. نعم. واشتغلت مع بريتش ايرويز، جيت لامريكا 1956. تعرفت على جوزي من بيت الجام، بيكون ابن عمته، وتجوزته بعد 4 أشهر. إلي هون ما بي 70 سنة، 7 years. Yes. عندي 4 أولاد، 8 أولاد. نشاطات هي قليله. هلا انا عمليا بروح بزور في عندنا هون نيرسينج هوم نعم. بعد بزور الختياريه العجزه، لبنانيين وغير لبنانيين اكيد. كلهم غير لبنانيه الاغلبيه. نعم، الأغلبية. بزورهم بناولهم، حتى بقدس عندهم، بقدس لهم باثنين محلين بنيرسينج. اختبار كتير حلو عم بعيشه، و يعني بتمنى يعيشوا كل خوري، لانه بيعطي دفع روحي ورساله ابويه، وبيتعلم من هالكبار يلي عاشوا مثلنا ووصلوا لهالمرحله اللي نحن بنوصل لها يوم من الايام. عندهم خبرتهم، عندهم المهم، عندهم فرحهم يعني وايمانهم. كثير حلو. انا كثير يعني هيدي نعمه بالنسبه لي. يعني عم بعيش شيء. يعني فاذا نحن نشاطات كثير قليله. في عندنا هلا شيء عيد مرمرون. اليوم حبينا نحتفل بعيد مرمرون مناسبه بعد القداس. صح. القداس عم بيكون الطقس عم بيكون باي لغه؟ بالانجليزي. كله انجليزي. عربي، سرياني الصلوات يلي مطلوبين منا نصليهم. التواصل مع الكنيسه الام كيف عم بيكون؟ اكيد. سيدنا عم يجي طبيعي بيجي دايما من وقت لوقت، عنده كل الكنائس بده يزورها. نعم. ثاني شيء بالرياضه الروحيه. نعم. في عنا رياضه روحيه شهر الجان الله راد بنلتقى، وفي بتموز بنلتقى بالكنيستين. نعم. سيدنا غريغوري منصور وسيدنا الياس كمان بنلتقى مع الابرشيتين سوا مره بالسنه بتموز. نعم. بدي بس كنت قلت لي شيء، قلت لي اول ما جيت يعني ادليت بنصيحه انه رح تتعذب مش رح يمشي الحال، وانا قلت لك مجرد ما انه انت استمريت يعني مشي الحال. هو نجاحك بهالاستمرار بنعمة الله. يعني أنا بالنسبة لي كل شيء مفتوح، ما في شيء مسكر قدامي، هيك أنا بآمن. نعم. مثل ما قلت حضرتك بالمقدمة، بتشكرك. معك حق إنه صعبة لأنه ما في نشاطات، ولكن في الحب، حب الخدمة هو اللي بيساعد، وحب الناس يلي كمان حبهم للكنيسة كمان بخلينا إنه نكمل بمسيرة الإيمان والتبشير. هلا نحن بهاي المدينة اللبنانيين عدد قليل. صح. لما في مدن كثير حوالينا وقرى ومدن كلهم عندهم يعني كلهم يحتوون على اللبنانيين القدماء. صح. بيصير شيء زيارات من مناطق بعيدة أو قليل؟ لا أنا على طول بزوره وقت بالأعياد. عم يجوا على الكنيسة هلا عندهم كنيستهم يعني بالمبدأ هيك. ممكن ما بيعرفوا الكنيسة؟ لا بيعرفوا. لا بيعرفوا. هلا عندنا نحن الأقرب هون عندنا دانبري ووتربري. مزبوط. كنيسة مارونية ناشطة جدا بوتربري. صح. وبدانبري كنيسة ناشطة أكثر، واللي مش بعد أقل من ساعة 2 مزبوط. 50 دقيقة تقريبا. 50 دقيقة. نعم. كيف تواصل معهم؟ رائع رائع. بالأعياد مثلا بروح بشارك معهم ببعض الاشياء، احتفالات وهيك. لا الاباء كمان بحبوا كنيستهم ورائعين يعني. عندي انا بالارشيف تبع حضرة الكنيسة عندنا صورة رائعة للبطريرك المعوشي. البطريرك المعوشي يعني نحن عم نحكي البطريرك المعوشي كان بعد بالخمسينات. بالخمسينات مع الرئيس جون كينيدي. شو قصة هالصورة؟ والله هيدي قوية، هيدي يعني رائعة جدا. 1962 بكون وقت سيدنا البطرك اجى تيزور والتقى تشوف قديش كانت الكنيسة المارونية إلى قيمتها وما زالت إلى قيمتها التبشيرية والحضور. لو كان بأمريكا أقلية يعني مارونية من يعني 62 عم نحكي من أكثر من 70 سنة يمكن. صح. من أو 65 سنة كان البطرك من هذيك الايام بيجي بيروح على مش هينه، بيروح شو هالاحترام. صح. وشو هالتقدير، ومش جديده على البطريركيه المارونيه. ايام السلطنه العثمانيه وعظمه السلطنه العثمانيه ومجد السلطنه العثمانيه، مش بس كان البطرك
يزور الاستانه اللي هي اسطنبول اليوم كان يستقبل استقبال الملوك والسلاطين. وهون عم شوف كمان يستقبل البطرك في البيت الابيض من 60 70 سنه استقبال الرؤساء. كرمال هيك نحن ككنيسه رؤساء جمهوريات مش يستقبلوهم بالبيت. أنا لماذا البطرك الماروني؟ انا برايي ما بعرف بخبرتي البسيطه انه الموارنه على طول راسها مرفوع، المارونيه راسها مرفوع. ليش؟ لانه عندها اسس ايمانيه اساسيه مرتبطه بالكرسي الرسولي بروما، عندها بطاركه قديسين، عندنا قديسين بكل النواحي، مار شربل والقديسين جميعا، وعندنا مثقفين روحيين لاهوتيين، والبشاره مستمره دائما، حضور مبشر مش حضور بيأذي. نحن حضورنا الشعب الماروني بنعمه الله، بنعمه الله حضورنا مبشر مستمر ما بيوقف، ما عنده شيء يوقفه. نقطه ما ذكرتها، تفضل. الحضور القديم، يعني بنشوف الهجره من دول عربيه صح كانت مؤخرا، بينما الهجره اللبنانيه حصلت بدايتها من قبل الحرب العالميه، ولكن اكبر هجره كانت خلال الحرب العالميه خلال فتره المجاعه، لانه مجاعه صح هي اللي جاع هو اللبناني الماروني، الكل كانت مفتوح السهول ومفتوح خيرات قدامهم. فأوروبا يعني ما بيقولوا انه هذه المصيبه اللي حلت فينا بالحرب العالميه والمجاعه كانت باب ثاني، باب رجاء لهالهجره، يلي هالهجره اسست للي اكيد نحن اكيد، لانه ما وقفوا. يعني اول شيء اهتموا مثلا مثل هون، انا كنت عم بقرا بعض بالارشيف من فتره وحضرتهم، انه هالناس يلي بال 1905 وقتها اجوا ما فكروا بس ببيتهم بشغلهم، فكروا كيف بده يبنوا كنيسه. بنيوا كنيسه مش قليله يعني، شغله كبيره. قبل بناء بيوتهم بنيوا كنيسه. هيدا اللي حكيتناه بايستن ابونا، صح، كله ذات الشيء. ابونا شويفاتي قال لي كنيستهم قبل عائلتهم، صح، قبل بيوتهم وقبل شغلهم، يعني وبعد شوي بده يقول لي يمكن ما بعرف. مشان هيك نحن راسنا مرفوع، لانه الصليب عندنا، الصليب ونحن راسنا مرفوع مع الصليب. هيدي مشكله، هيدي مهمه كثير بحياتنا، وهيدا مشوار الكنيسه المارونيه. الصليب، التقديس، التبشير، الانطلاقه، هي مهمه كثير بحياتنا. والبشاره اكيد. المسيح البشاره بشوف خفت البشاره شوي يعني. لا ما بتخف، لا ما بتخف ابدا، لانه لو خفت بمطارح، بس الكنيسه المارونيه مستمره. مثل ما قلت قبل شوي، الانسان اذا كان بحب، عنده حماس روحي ونشاط قوي، ما بيوقف على انه هون مسكره وهون ما في كتير ناس، او هونيك ما بقى. في حب، في رساله، شغف. هاي الكنيسه المارونيه المتطوره على طول متجدده، على طول بتتجدد بالافكار، بالعيال، بالوجود، حضورها. شيء عظيم جدا. الكنيسه، المبنى، القاعه، صح، الموقف، يعني في شيء غيره، في شيء امنيه للكنيسه، وبيت الرعيه. لا هو هن، وبيت الرعيه، هن. ويعني عندنا نحن قداس يوم الاحد او يوم سبت واحد. سبت عندنا الساعه 4:30. نعم. والاحد 10. نعم. عندك شيء اخبار عن الرعيه، شيء خبريه بتتخبر، شيء من القدماء؟ مع انه انت جيت مؤخرا، انا صار لي سنتين، يعني صار لي سنتين. وصل لك شيء من الاخبار الحلوه تبع الرعيه مثلا؟ على طول في اشياء قديمه حلوه، واكيد في اشياء يمكن شوي صعوبه. بس انا بالنسبه لي الاشياء الحلوه هي حبهم، انه شو ما يصير بدهم يساعدوا الكنيسه. مثلا في عندنا هودول هون قدامنا، هودول مثل تقديمات. كل واحد مثلا بيدفع 2000 10 5 اللي هي تيساعدوا الكنيسه. شوف قديش بيحبوا الكنيسه، شوف قديش بيهتموا. الكنيسه ليست بناء وحجر. عم شوف، ما يعني عم بفهم منك، الكنيسه هي ناس عم بيحبوا ينطلقوا ويبنوا كنيستهم، في حماس، يبنوا كنيستهم اكيد. يعني مع انه يعني عم نحكي نحن كبار بالعمر، صح، كبار بالعمر، بس بيحبوا الكنيسه وبيحبوا يكملوا مسيرتهم. ربيوا من هن وصغار، صح، بعيال متدينه. لما اجت العيال من لبنان، صح، اجت مع طيبه الجبل، طيبه اللبنانيين، الايمان، وعطشوا لاولادهم وبعده مزروع. عم شوفوا بكل الرعايه كلنا ذات الشيء. انا هيك شفته، هلا مسته صار لي سنتين 4 سنين بامريكا، برمت عده رعايه كمان شوي. زيت الافكار، زيت الحماس، زيت الحب، وهيدي نعمه. مش هيك راس الكنيسه المارونيه مرفوع. هيدي اكيد. ادعي اللي عم يسمعونا واللي هن قراب على
على تورنتو بكونتيكت او حتى يمكن بوسطن مش بعيده، صح 2.5 ساعة. نيويورك اب ستيت مش بعيده، البني مش بعيده، انتم قراب على الكنيسه وعندكم خوري يعني بينقش على الحال فيه مؤمن محب. معلش اذا يعني نغير نزور شي مره. اهلا وسهلا بالجميع. لا الحمد لله بدل في اشخاص يجوا يزوروا الكنيسه اكيد بدل في. طيب ابونا شو بدك يعني مش نقدر نطول، عندك قديس بعد شوي. صح مزبوط. ولو سهلا بالاهل بلشوا اكيد. معلش هلا يلا نتعرف عليهم صح. وبنهنيهم فيك، وانا بدي اشكرك واعزائي المتابعين. نحن لنا لقاء اخر مع وجه اخر وحكايه